السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الناس تقول معايا: اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. نبتدي محاضرتنا النهاردة إن شاء الله. هنراجع على الهندسة الفراغية. تمام. هنقعد مع بعض طبعا كتير، حوالي ممكن ندخل في ال4 ساعات محاضرة النهاردة. ليه؟ لأن أنا هراجع على كل جزء في الهندسة الفراغية، بعد كده نبتدي نحل امتحان 2023 في الفراغية. تمام. نطلع لكم أنا الأسئلة وحاططها لكم في الملف دوت. طيب في كده إيه، خلينا كده قبل ما نبتدي، في حديث جميل جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. صححه الشيخ الألباني رحمه الله. ففي الحديث دوت اللي أنا لسه قايله دلوقتي، الرسول صلى الله عليه وسلم بيطمنك. الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ بيطمنك. لو أنت مضغوط، فترة ضغط شديد عليك دلوقتي، فالفرج جاي، كده جاي جاي ينام حال يعني. تمام. ولو الطريق صعب فما تقلقش، النصر برضك إيه جاي وراه. تمام. وكل تعب بعده راحة. تمام. آه وفي حاجة بقولها دايما: بعد المحنة بتيجي الإيه؟ المنحة. بعد المحنة تيجي المنحة. فأنت مطلوب منك إنك تتعب وتجتهد وتسعى دلوقتي عشان إيه؟ تلاقي آم، ثمرة مجهودك دوت قدام. تمام. طيب خلينا كده نبتدي إن شاء الله. هنبتدي بأول حاجة خالص، من الأول خالص. هو إحنا منهجنا كان بيتكلم في أول واحدة عن ثلاثي الأبعاد ومعادلة الكرة، بعد كده المتجهات في الفراغ، بعد كده ضرب قياس ضرب اتجاهي والمساحات والحاجات دي. بس في البداية خالص عايز أعرفك بس حاجة. لما أجي أقول لك دي كده ألف، مثلا 1 2 3، ودي مثلا ألف بس العلامة السهم اللي هي علامة الصح اللي فوق دي، اسمها دي ألف متجه. ألف متجه مثلا 1 5 مثلا 6، أي حاجة كده. إيه الفرق بين ديت وديت؟ طبعا أي حد هيرد دلوقتي يقول لي دي نقطة وده اسمه متجه. هقول له ايه الفرق؟ طب ما فيش فرق، ما هما الاتنين برضو احداثيات، س صاد عين، وده س وصاد وعين. هقول له النقطة ثابتة. تمام. بس المتجه بيتغير. ممكن اخد المتجه ده كده هو بالظبط. لو عملت فيه كده، لو ضربته في سالب بقى -1، -5، -6. هو المتجه لو ضربته كله في 2، هو المتجه لو ضربته كله في 3. فالمتجه بيتغير عادي. تمام. لأن المتجه ده موجود فين؟ المتجه ده بيكون موجود في الفراغ. تمام. يعني معلومة مهمة جدا هنحتاجها في الوحدة الثانية. تمام كده. تمام. خلينا ندخل على أول جزئية عايزين نتكلم عليها. هو بدأ طبعا أنت عارف إن ديت الإحداثيات ديت إيه؟ س صاد عين. لان احنا بنشتغل على ايه؟ على الثلاثي الابعاد. في اعدادي كنتوا بتشتغلوا على ايه؟ على الثنائي اللي هو كان س وصاد بس. تمام. تمام. انا لو قلت لك مثلا ان النقطه دي مثلا، تمام، تنتمي العلامه دي اسمها ايه؟ تنتمي للمحور س، وتنتمي للمحور مثلا صاد، تنتمي للمحور عين. تمام. وهتنتمي برضك للمستوى، بالمره ناخدهم. تنتمي للمستوى س صاد، تنتمي للمستوى صاد عين، تنتمي للمستوى س عين. ايه الكلام دوت؟ هفهمك دلوقتي ما تقلقش. تمام. هو فين المحور اصلا دوت وفين المستوى؟ واحده واحده. احداث الثلاثي الابعاد بيكون رسمته كده: ده العين، ده الصاد، ده ليه، ده السين. ده العين وده الصاد وده ليه، ده السين. نركز، ده كده عمودي، ده كده عمودي، وده كده برضو عمودي، وده كده برضو ايه؟ عمودي. بس عشان هو بس محطوط على مجسم، فانت مش متخيل ان هو عمودي.
تمام. بس هو في الحقيقة ده التلاتة دولت عمودين على بعض. تعرف زي ايه؟ بص كده على الزاوية اللي في اوضتك دلوقتي، اللي جنب مكتبك. الزاوية ديت بالظبط هي اللي طالع فوق دوت هو العين، واليمين ده الصاد، والنازل تحت ده هو ايه؟ اللي هو جاي الشمال ده هو اللي هو السين. تمام. فده التلات محاور. فانا لما اجي اقول لك هو فين المحور، هتقول لي المحور اللي هو بيكون ايه؟ ده كده محور، اسمه محور ايه ده؟ محور صاد. دوت اسمه محور ايه؟ هتقول لي محور س. ده اسمه محور ايه؟ هتقول لي محور عين. طب ده كده اللي هنا ده اسمه ايه؟ ده اسمه محور النقطة اللي هي هنا دي تنتمي للمستوى عين صاد اللي الجزء ده. طب لو قلت لك هنا تنتمي للمستوى س صاد عشان هو في الجزء ده. طب لو هنا يبقى تنتمي، لو هنا تنتمي للمستوى ايه؟ عين س. تمام، وهكذا. انا بس عايز اعرفك ان ايه هو المحور وايه هو المستوى، عشان لو كنا ايه بدأت معاك من البداية خالص ايه ما يكونش لك اي حاجة خالص. تمام. طيب. طيب، هو انا لو جيت قلت لك ان النقطة اللي انت شايفها بتاع الف دي تنتمي للمحور س ع، قاعدة امشي عليها: الغايب بصفر. هو قال لك محور ايه؟ س. هو قال لك محور س. طبعا الاحداثيات اهي. س يبقى الصاد والعين بصفر، يبقى الصاد والعين بصفر، وحط قيمة للسين بتاعتك اللي هي كام؟ واحد. تمام. انزل تحت. قال لك تنتمي المحور صاد، يبقى السين والعين هما اللي بصفر. السين بصفر والعين بصفر. طب الصاد اللي هي دي اللي هي اتنين. طب تنتمي للمحور عين، تنتمي للمحور عين، يبقى السين والصاد هما اللي بصفر، الغايب بصفر، وعندك العين يبقى الإحداث بتاع العين اللي هو تلاتة. تمام. طب قال لك تنتمي للمستوى س صاد، الغايب بصفر برضك، السين صاد يبقى العين بإيه؟ العين هو اللي بصفر، وخد الإحداثيات التانية اللي هي واحد واتنين. أنا بشتغل على النقطة دي. تمام. طب صاد عين الغايب برضو بصفر، صاد عين يبقى السين هي اللي بصفر، اتنين وتلاتة. سين عين الغايب بصفر، الغايب عندك هنا الصاد، يبقى الصاد بصفر والسين عندك بواحد، دي تلاتة. تمام. فهمت يعني ايه تنتمي للمحور وتنتمي لمستوى؟ عرفت تعجبهم كويس جدا. طيب، تعالى ناخد البعد من مرة. يبقى عشان بس ناخد، لو جيت قلت لك البعد عنه نفس النقطة، هناخد نفس تعالى نغير النقطة اهي ألف، ناخدها مثلا تلاتة وأربعة وخمسة مثلا. تمام. لو قلت لك هات لي بقى البعد عن محور س، والبعد عن محور صاد، والبعد عن محور عين، والبعد عن المستوى س صاد، المستوى صاد عين، المستوى س عين. طبعا هتقول لي البعد عن محور س او صاد او عين. البعد عن محور نقطة عن محور هتبقى ايه؟ جذر المربع للي ما قالش عليه. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني هتقول له جذر تربيع. هو ما قالش، هو قال لك عايز محور س صح؟ ما قالش على الصاد وما قالش على العين، يبقى جذر المربع اللي ما قالش عليه الصاد اهو. الصاد اهو والعين اهو، يبقى خدهم تحت الجذر تربيع، 4 تربيع زائد 5 تربيع. تمام. تانية قال لك محور الصاد عاوز البعد عن محور صاد، يبقى جذر تربيع ايا كان بقى الناتج ايه. تمام. البعد عن محور صاد يبقى هاخد الجذر السين والايه والعين، يبقى 3 تربيع زائد 5 تربيع. بعد عن محور عين، بعد عن محور عين يبقى هاخد السين والصاد اللي هي 3 تربيع زائد 4 ايه تربيع. عرفته؟ باخد الايه اللي مش موجود، جذر المربع اللي ما قالش عليه. هو عاوز بعد محور عن محور عين، بعد نقطة عن محور عين، يبقى ناخد الجذر المربع للسين والايه والصاد. طب لو قال لك للمستوى س صاد، يبقى تاخد له المقياس الغايب، المقياس الغايب اللي هو عين. صاد عين يبقى مقياس السين، مقياس السين. سين عين يبقى مقياس الايه؟ الصاد. مقياس العين اللي هو فين؟ العين اهو اللي هو خمسة. مقياس السين اللي هو ثلاثة. مقياس الصاد اللي هو أربعة. تمام. وهات طبعا دول على الآلة الحاسبة أيا كان الناتج. تمام. عرفت إزاي أجيب بعد نقطة عن محور؟
بعد نقطة عن محور، على طول اخد الجذر المربع للي ما قالش ايه، للي ما قالش عليه. طب لو مستوى يبقى انا اخد المقياس اللي ما قالش عليه برضه. تمام. طب بالنسبة للتنتمي، لو قال لك ان النقطة بتنتمي لمحور س، يبقى الصاد والعين بصفر، الغايب بصفر. هو قال لك محور س، الغايب ايه؟ الصاد والعين، حطهم بصفر. قال لك تنتمي لمحور صاد، يبقى الغايب ايه؟ السين والعين، يبقى بالاصفار. طب قال لك تنتمي لمحور عين، تنتمي لمحور عين، يبقى السين والصاد هما اللي بصفر. تمام. قال لك تنتمي للمستوى، يبقى الغايب برضو بصفر. قال لك مستوى س صاد، يبقى العين هو اللي بصفر. اتفقنا لحد كده؟ يبقى خدنا كده حاجتين، اللي هي تنتمي ببعد، نقطة تنتمي على المحور أو المستوى، أو بعد نقطة عن محور أو عن مستوى. تمام كده؟ تمام. تعال ندخل على النقطة اللي بعديها، وهي حاجة تراكمية يعني. تمام. إزاي أحسب نقطة المنتصف؟ المهم جدا هنحتاجه. نقطة الإيه؟ المنتصف. طيب واحدة واحدة. لو جبت لك مثلا نقطة زي ديت، واحد واثنين وثلاثة مثلا يعني. تمام. وجبت لك ب، أربعة، خمسة، وستة. تمام مثلا. وعندك خط مستقيم اهوت، النقطة دي ألف، والنقطة دي ب. تمام. وهنا النقطة اللي هي في المنتصف، النقطة دي. تمام. أنا عاوز بقى، أنا عاوز نقطة جيم دي. يعني الجيم دي أنا عاوز أجيبها إزاي النقطة جيم دي؟ الجيم ديت إيه؟ في المنتصف صح؟ أه. هقول له إن النقطة جيم دي بتساوي القانون، اكتب القانون عندك. تمام. مجموع السينات على اتنين، ومجموع الصادات على اتنين، ومجموع العينات على ايه؟ على اتنين. مجموع السينات اللي هو ايه؟ هاخد السين ده مع السين ده، يبقى واحد زائد أربعة، خمسة على الاتنين. الصادات على الاتنين، اتنين زائد خمسة، سبعة على الاتنين. بعد كده تلاتة زائد ستة يعني تسعة، تسعة على الاتنين، وهكذا. يبقى مجموع السينات على اتنين، مجموع الصادات على اتنين، مجموع العينات ايه؟ على اتنين. لو انت عاوز تجيب نقطة المنتصف. في حاجة تانية برضو قبل ما انساها، من التراكمات برضو، لو عاوز يعرف نقطة تلاقي متوسطات المثلث. يعني النقطة ديت اللي هي بتقسم النقطة دي. تمام. هو مثلا بيبقى عاطيك اللي هي نقطة ألف وب وج، تجيبهم إزاي؟ نفس الكلام، كنا هنا بنجمع السينات ونقسم على اتنين، ونجمع الصادات ونقسم على اتنين، ونجمع العينات ونقسم على اتنين. في المثلث بقى بنعمل إيه؟ مش هنغير حاجة. هنعمل إيه؟ هنجمع السينات ونقسم على التلاتة، وهنجمع الصادات ونقسم على التلاتة، ونجمع العينات ونقسم على التلاتة. بس لازم نديك طبعا التلات نقط اللي هي التلات إحداثيات، اللي هي ألف وب وج. تمام. عشان تقدر أنت تجيب إيه؟ النقطة تلاقي المتوسطات ديت. تمام. تمام. الفرق إيه؟ إن دول كانوا نقطتين فقسمت على اتنين، طب دول تلات نقط قسمت على كام؟ على تلاتة، بكل بساطة وسهولة سهولة. تمام كده؟ تمام. أتمنى يكون تمام وزي يوسف، الفل. ثواني. هو في مم. المثلث فوق بنعمله بيكون ايه؟ يعني هناك نعم. كان سين واحد سين اتنين. هنا هنعمله ايه؟ هنا برضو نفس الكلام، مجموع السينات على الاثنين، مجموع الصادات يعني على ثلاث الاثنين. سينات، يعني السين اه اللي في هيدي الألف والسين اللي في ب. تمام. السين اللي عند نقطة ألف، والسين اللي عند نقطة ب، والسين اللي عند نقطة ج. تمام. طيب تعالوا كده ندخلوا على آم... حاجة مهمة برضو تانية، هرسمها لكم بقى ديت. طبعا ده محور صاد، وده محور س، وده محور عين. تمام. نركز كده، ايه رسمة هتجمع الدرس الأول كله أصلا. تمام. آم... لو جيت قلت لك إن النقطة ديت ألف، تبقى دي ألف شرط، صح كده؟ ولو النقطة ديت، لو النقطة دي ب، يبقى دي ب شرطة. لو النقطة دي
جيم تبقى دي جيم ايه؟ شرطة. لو النقطة دي دال يبقى دي دال ايه؟ شرطة. تمام. تمام. طيب اللي هي ايه؟ ألف. ألف دال ب ج، يعني المفروض أعملها ألف ب ج دال، بس عادي يعني مش هتفرق في الرموز يعني عادي. تمام. تمام. طيب وجيت قلت لك إن جيت قلت لك مثلا إن البعد اللي هو دوت 4 مثلا، والبعد اللي هو الصادات ده 3 مثلا، والبعد ده مثلا 5. تمام. تمام. وقلت لك أنا عاوز إحداث النقطة ألف، وعاوز إحداث النقطة ألف شرطة، وعاوز إحداث النقطة ب، وعاوز إحداث النقطة ب شرطة، وعاوز جيم، وعاوز جيم شرطة، وعاوز دال ودال شرطة. بس يعني مش طالب كتير، حاجات بسيطة جدا. طبعا مش أنا اللي هقول، أنتوا اللي هتجاوبوا دلوقتي. أظبط بس الكلام. يلا يا باشمهندسة شهد، افتحي كده المايك، اكتبي بشهد. تمام. طيب هاتي لي إحداثيات النقطة ألف. إحداثيات النقطة ألف دي أجيبها هنقف إزاي؟ عند ألف ونشوف هنروح لها ازاي من أولا من أنا دال بقف عن تقريبا. أولا أنا بمشي إزاي؟ بمشي من نقطة الأصل، لا، بتحرك من نقطة الأصل، الأصل أهي فدي عند نقطة دال. الأصل. تمام. هتحرك إيه بقى؟ موجود عندنا دال س أو دال هتحرك هنا. ألف يعني هتحرك ده صح؟ امم هنا بس. يعني أنا كده أيوة اتحركت المسافة على دي. محور ولا على مستوى؟ لا، لا، على محور السينات بس. يعني أنا كده اتحركت على محور السينات بس. يعني الصاد والعين بصفر. بصفر. طب والسين عندك بكام؟ السين مش عارف بخمسة أو بخمسة. بخمسة. كويس جدا، عايش. يلا بس باشمهندسة هدى، ألف شرطة هجيبها إزاي؟ بسرعة، عايز الناس إيه تبقى مستعدة إنها تفتح المايك على طول. ايه، مع حضرتك يا هتحرك. باشمهندس. تمام. أنا هتحرك من فين بالظبط؟ من نقطة د، من نقطة الأصل. هتحرك إزاي؟ هنتحرك من، هو عايز ألف شرطة مم. يعني. هنمشي من ألف شرطة لدال هي شرطة، بص، صح؟ هي ألف شرطة ديت بتنتمي لمستوى ولا لمحور؟ هي ألف شرطة ده مستوى. مستوى إيه؟ أنه مستوى يعني. مم. هي المفروض هي على محور كده، أنهي السينات. مست... أنهي مستوى؟ مستوى يعني رمزين، اللي هو المستوى ده صح؟ صح كده؟ تمام. المستوى ده اسمه إيه؟ مم. المستوى ده اسمه س عين. قلنا نقطة تنتمي على مستوى الغايب بصفر، ده تنتمي لمستوى س عين، يبقى الصاد بصفر. ماشي، صاد هي الأساس. الصاد هي اللي بصفر، تمام، لأنه مش هتحرك عند الصاد. طب أنا لو عايز أجيبها من غير أصلا ما أتحرك من نقطة الأصل ولا حاجة، أنا عارف إنها تنتمي لمستوى، مستوى إيه؟ س عين، يبقى الصاد بصفر. هو السين بكام والصاد بكام؟ العين بكام؟ السين بخمسة. هو على اه، الرسمة السين بخمسة والعين بأربعة أهي. تمام. 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 طيب أنا عايز أبتدي بقى من نقطة الأصل وأتحرك واحدة واحدة. أنا دلوقتي نقطة الأصل دي أهي، هتحرك ازاي؟ اتحرك زي ما انت عايز. انا عايز اروح نقطة ألف، فهتحرك كده. مشيت عند السين خمسة، فرحت حطيت عند السين خمسة. بعد كده طلعت فوق، طلعت فوق. الطلعة ديت انهي محور؟ محور عين، عشان المحور عين هو واقف لفوق اهو. فبكام؟ بأربعة. فرحت حطيت عند عين بأربعة. هل ماشي عند الصاد؟ ما مشاش، فحطيت صفر. تمام. 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 يلا يا باشمهندسة مي، افتح المايك.
انا عاوز اجيب النقطة، نقطة ب. نقطة ب اهي. هجيبها ازاي؟ همشي من نقطة الاصل. يلا يا باشمهندسة. تمام. ب هنا على محور الصادات، تمام. هو كويس عايز يعني. ب صح؟ مم. ماشي هنا على محور الصادات. تمام. هتبقى هنا ثانية بص واحدة. بص، انت قلتي النقطة دي بتنتمي لمحور الصادات الغايب أيوه، بصفر. الغايب اللي هو ايه؟ اللي هنا ب شرط صح؟ لا، الغايب الصاد والعين. أيوه. الص... الغايب بايه؟ الغايب مين؟ هو تنتمي لمحور صاد الصاد، وعين. يبقى الغايب مين؟ صاد وعين زي ما أنت قلت. السين والعين. هو تنتمي أنا حاسة متلخبطة شوية بصراحة. لمحور صاد. بص بالراحة، النقطة بتنتمي لمحور تمام. صاد. قلنا الغايب بصفر بكل بساطة. الغايب اللي هو مين؟ الغايب اللي هو السين السين والعين. والعين. فين مكان السين وفين مكان العين؟ انا عارف ان هو النقطة تبقى سين وصاد وعين. مكان السين وعين. الاول يبقى السين بصفر، اللي هو والعين. بصفر. اه صفر. بالظبط، والعين بصفر. يبقى الصاد بكام؟ الصاد اللي هي بقى اللي هي على الرسمة تقدر تجيبيها اهي، 3. فالنقطة تبقى صفر، أيوه. 3 وصفر. صفر يبقى وتلاتة نقطة ب وصفر. صفر، 3. صفر وتلاتة صفر. تمام بس. ماشي. طب انا لو عايز اجيب ب شرطة هاتيها انت بقى. حاضر. هي ب شرطة دي بتنتمي لمحور ايه؟ مم. لمحور الصادات صح؟ مح... أيوه. هي بتنتمي للمحور ولا المستوى؟ لا، المستوى. مش بالظبط. طب لمحور. مستوى ايه؟ مستوى العناد العين صح؟ لا، المستوى يعني رمزين. يعني ازاي يعني؟ مستوى يعني بها هي تنتمي للمستوى ده، مم. اللي هو تمام. عين صاد. صح كده؟ تمام صح. تمام. تنتمي للمحور سين عين. صاد عين. سطحية. الغايب قلنا على طول بايه؟ بصفر. بصفر. الغايب هنا مين؟ ثانية واحدة. صاد عين. الغايب مين؟ اه، صاد عين. وانت قلت الغايب. ان مم. انا قلت انا قلت سين. الغايب الغايب بصفر. هنا سين صح؟ الغايب ماشي. بالظبط. يبقى الغايب اللي هو س بصفر. يبقى احط بقى قيمة سين. الصاد وهحط قيمة العين ببساطة. تمام. الصاد بكام؟ بتلاتة. طب والعين؟ بأربعة باين صح؟ لا. ايوه بأربعة. صح، مترددة ايوه. ليه اهو، هي العين اهي. تمام. ماشي. بس. تمام. يبقى ب بس شرطة انا عايز. صفر، 3 و4 بس. باشمهندس، تمام. عايزة اقول لحضرتك حاجة. مم. بصراحة اول جزئيتين من الشرح ما مش بدأت معاكم، لان انا بدأت متأخر شوية. طيب مفيش مشكلة. يعني ما ده كده خدتهمش. يعتبر، ده كده مثال اللي احنا بنراجع اللي احنا لسه قايلينه. ما تقلقيش. تمام. خلاص ماشي. طيب يلا ماشي. يا باشمهندسة حنين، انا عاوز اجيب نقطة جيم. هتبقى 5 و3 و0. ماشي. 5 و3 و0. ليه قلت كده؟ لأنه هو مستوى مستوى ايه؟ ومشي على محور. مستوى صاد سين صاد. تمام، يبقى العين بصفر. تمام كويس. فهمتوا حنين عملت ايه؟ قالت ان النقطة بتنتمي للمستوى مش محور. تنتمي للمستوى ايه؟ س ص. فحطت على طول العين بايه؟ بصفر. وراحت شافت السين بكام والصاد بكام وحطتها من غير ما تمشي حتى. تمام. تمام. عايزين بقى سؤال كده ايه. يلا يا باشمهندسة زهراء. جيم شرطة. حاجة كده هتبقى ايه. ركزي واحدة واحدة، لأن هي فيها تريكاية. تمام. سؤال صعب. هو السؤال جاي عشان ايه طبعا؟ ده احنا قلنا ده 3 وده 5 وده 4. يلا ركزي. انا همشي من نقطة الاصل دي. بس. اه. انا عاوز اروح لجيم، همشي ازاي؟ براحتك. انت ممكن تطلعي كده عند العين. مشيت كده م- صح؟ م. بعد كده رحت كده 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 كده. صح كده؟ بعد اه. كده نزلت كده ووصلت الحمد لله لبر الامان، وصلت للجيم. ودي بقى النقطة اللي انا مشيتها ديت، هي فين وفين وفين. يعني انا مشيت عند العين اهي. مشيت عند العين صح؟ اهو م. المحور العين اللي هو كام؟ 4.
4. طب هل مشيت عند السين؟ لا. ركزي، انا قلت سؤال صعب. انا مشيت كده صح بعديه. هو ده ايه ده؟ مش ده بيوازي ده؟ يعني نفس المحور صاد. اه. يعني هو 3 صح؟ أمم. فهيبقى ده 3. بعد كده عملت ايه؟ نزلت صح؟ اه. مش الحتة دي هي بالظبط الحتة دي، هي الحتة دي، اه. هي بالظبط الحتة دي، كل ده بيوازي بعض لأن دوت أمم. إيه؟ توازي صح؟ فدي هتبقى بكام؟ اللي هو السين اللي هي 5. 5. دي مشيت، دي يبقى دي مشيت على ال3 نقط، لأن النقط دي كده موجودة فين؟ في الفراغ. برافو. تمام؟ تمام. هتبقى تمام. 5، 3، هاتي 4. 4. طبعا نقطة د اللي هي نقطة الأصل، وده الشرطة، ده الشرطة اللي هي كانت هنا، دي 5. ده الشرطة اللي هي كانت هنا. تمام. أنا طبعا مشيت على المحور، ده الشرطة. لا، ده الشرطة مش هنا. I'm so sorry. ده شرطة، مش دي مش نقطة. هنا ده الشرطة. تمام. اللي أنا كنت عاملها دي مش نقطة ديت، ناخد بالنا إن ده في الفراغ. تمام. ده الشرطة هنا. طيب. هي ديت أنا همشي فين؟ أنا كنت من نقطة الأصل، طلعت كده، طلعت عند العين بس لأن ده على محور عين. يبقى محور عين يبقى السين والصاد بصفر، سين وصاد بصفر، ونحط العين. العين قيمتها طبعا كانت بكام؟ ب4. تمام. بس بكل بساطة المثال دوت دامم الجزئية الأولى كلها بتاعت الدرس الأول. تمام. هنمسح وندخل على معادلة الكرة. طيب. أولا المعادلة الكرة هي ليها صورتين. أنا طبعا مش هستنتج، أنا هكتب لكم الصورتين على طول وهقول لكم على المفيد على طول. تمام. الصورة الأولى اللي هي اسمها الصورة القياسية. الصورة الإيه؟ الصورة القياسية، اللي هي تربيع زائد تربيع زائد تربيع، كل ده بيساوي نقص تربيع. طبعا هنا إيه؟ س ناقص صاد ناقص عين ناقص. طب س ناقص ايه والصاد ناقص ايه وعين ناقص ايه؟ نركز. انا في معادلة الكرة لازم في المسألة بيبقى اروح اجيب حاجتين. تمام. اروح اجيب المركز عشان اقدر احل، ولازم أنا اروح اجيب الايه؟ النق. بس انت ما تقدرش تروح تجيب النق غير لما تجيب المركز. فاحنا اول حاجة بنعمل ايه؟ بنجيبها ايه؟ بنجيب المركز. تمام. هنا بقى انا هسمي مثلا ان المركز اللي هو مين بتساوي اي رموز، مثلا ميم لام نون مثلا. تمام. فسين ناقص ميم، صاد ناقص لام، عين ناقص نون. تمام. طبعا دي نقطة تربيع. تمام. فده ايه؟ ده المركز. لو اعطيك صورة قياسية وقال لك طلع لي المركز، هتاخد الرقم من هنا، بس هتاخده بايه؟ بعكس الإشارة، لأن هو موجود بايه؟ بالسالب في الصورة. تمام. هتاخده بعكس الإشارة، والرقم الموجود بره هو النقط تربيع على طول. تمام. تمام كده. اعتقد ان هو تمام، والصورة اصلا ايه؟ ما فيهاش حاجة صعبة. طيب. الصورة التانية دي اسمها القياسية. تمام. الصورة التانية اسمها الصورة العامة. تمام. أو الصورة الإحداثية، براحتك يعني. اللي معلش هي يا إيه؟ باشمهندس، عايزة الحتة دي تاني. أنهي بالظبط؟ أنهي حتة؟ أنا ما قلتش حاجة. بص، هي الصورة بتبقى محفوظة. س ناقص ميم ديت اللي هي إحداث السين اللي عند المركز الكل تربيع. تمام. زائد الكوس تربيع الصاد، ده الحاجات دي ثابتة. الحاجات دي ثابتة أصلا في الصورة نفسها. تمام. يعني دي لو بقت 2 س يبقى دي كده ما بقتش معادلة كرة، بقت حاجة تانية. دي لو بقت 3 ص، تمام، ما مش هتبقى كده معادلة كرة، هتبقى حاجة تانية، لأن الحاجات دي إيه؟ ثوابت في الصورة، في معادلة الكرة. تمام. خلينا ندخل بس على العامة، دي أهم حاجة عندي نركز فيها. العامة هتبقى كده س تربيع زائد ص تربيع زائد عين تربيع، زائد 2. حط بقى إيه النور من عندك، اللي هي مثلا لام س، زائد 2 آه كاف صاد، زائد 2 نون عين، زائد الدال. كل ده بيساوي صفر. واحدة واحدة بقى. شايف الجزء الأول ده؟ على فكرة الصورة اللي أنت شايفها دي، لما أنا جيت فكيت الصورة دي،
يعني لما اجي تفك الصورة دي، الأول تربيع التاني تربيع، الأول في التاني في اتنين. تمام. الأول في التاني في اتنين. بعد كده لما اجي افك الصورة دي، الأول تربيع التاني تربيع. معلش أنا هنا إيه، المفروض أنا قلت للمركز تبقى ميم، وهنا لام، وهنا نون. تمام. التالت نفس الكلام، الأول تربيع التاني تربيع، بعد كده الأول في التاني الأول في التاني في اتنين، اللي هو فك القوس التربيعي العادي الأساسيات. تمام. ولما جيت جمعت الأرقام دي كلها مع النق، ما النق دوت نص قطر اللي هو إيه هيبقى رقم، كل ده طلع لي حاجة اسمها إيه دال. اسمه إيه الدال دوت؟ اسمه الحد المطلق. مش مهم انك تكون فاهم دلوقتي كل حاجة، بس على الأقل بس تاخد ايه فكرة عامة. تمام. كل ده هيثبت مع الحل. تمام. في حاجة مهمة أنا عاوز أقولها لكم من دلوقتي، إن القدس الجزء اللي في الأول ده اسمه جزء مقدس بالنسبة لنا. يعني إيه جزء مقدس؟ يعني ما ينفعش تيجي جنبه. يعني لو أنت عندك هنا اتنين، اقسم المسألة كلها على اتنين. لو هنا اتنين وهنا اتنين وهنا اتنين، اقسم المسألة كلها على رقم اتنين. تمام. لازم يكون هنا ايه، لازم يكون هنا عندك وحايد وحايد وحايد. تمام. وما ينفعش يكون حاجه جنبيه. الجزء ده جزء مقدس بالنسبه لنا، ما تجيش جنبه خالص. تمام. احنا بنتعامل بقى مع الجزء اللي هو في الاخر ده. تمام تمام. طيب. انا عاوز اقول لكم ايه دلوقتي. انا لو عايز اجيب المركز في الصوره العامه، عاوز اجيب المركز، عاوز اجيب النقط، هقول لك ان المركز بيساوي، بص، هتغير إشارة معامل السين وتقسم على الاتنين. يعني هنا كان اتنين ميم، صح؟ غير إشارة بقى سالب اتنين. تمام. ميم واقسم على الاتنين. ده معامل س. خد معامل صاد هناك، يعني دي لام. خد معامل صاد اللي هو غير إشارة تبقى سالب اتنين لام، واقسم على الاتنين. هنا غير إشارة تبقى سالب اتنين نون، واقسم على الاتنين. بمعنى بالمختصر البسيط جدا، هي غير الإشارة واقسم على كام، واقسم على الاتنين. هغير الإشارة وهاخد الرقم اللي جنب السين والصاد، السين والصاد والعين، واقسم على الاتنين على طول. تمام. انا هنا مدي ايه رموز اللي هي النون الميم واللام والنون، ما تشغلش دماغك بيها دلوقتي. تمام كده. تمام. طيب النق بقى، النق هيبقى كالتالي، هيبقى جذر التربيع للمركز تربيع. يعني ايه مركز تربيع؟ هنا لما تيجي تقسم يبقى النون على اتنين، اتنين على اتنين واحد، اتنين على اتنين فيها الواحد، اتنين على اتنين فيها الواحد. هتقول له ان سالب ميم تربيع، زائد سالب لام تربيع، زائد سالب نون تربيع. تمام. ده كده مركز. حطيت المركز تحت الجذر وربعتهم كلهم. تمام. آم. بعد كده في الآخر ناقص د. تمام. ناقص ايه؟ ناقص د. ده كده ايه؟ ده كده النق. لو انا عاوز اجيب النق لازم أنا اروح اجيب المركز. يبقى انا عشان اروح اجيب النق لازم أنا اروح اجيب المركز. عرفت تجيب المركز ازاي من الصورة؟ غير اشارة واقسم على الاثنين، غير اشارة واقسم على الاثنين. في شوية كده ايه، خواص انا كنت. تعالى كده بس الصفحة اللي بعديها بسرعة. يوسف، أستاذ يوسف، اتفضل. على طول بنقسم على الاتنين ولا اه. مش دايما؟ لا على طول. تمام. 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 طيب. هندسة، وفي الصورة القياسية بناخد المركز بعكس الإشارة ولا بنفس الإشارة؟ نرجع تاني. في الصورة القياسية المركز بعكس الإشارة. تمام. تمام. في اللهم صل على محمد، كنت عايز أقول لكم إيه، كان في حاجة مهمة جدا. هنجيب لك كورتين، يقول لك إن الكورتين دولت متباعدتان. يقول لك إن الكورتين دولت متماستان من الداخل، متماستان من الخارج. آم، ولما يقول لك إحداهما بداخل الثانية. وآخر حاجة لما يكونوا إيه متحدي المركز. طيب. طيب يعني إيه متباعدتان؟ يعني الكرتين، الكرة الأولى والكرة التانية هي بعدان عن بعض. يعني إيه متماستان من الداخل؟ يعني الكرة الأولى هي
والكرة التانية متمستين كده، اعتبرها كورة ماشي. متمستان من الخارج، يعني الكرة كده، الكرة التانية ايه كده. يعني إحداهما بداخل الإيه التانية. يعني واحدة كده كده، هي نفس ديت بس بتبقى إيه من عند المركز كده، متحدي المركز. القلم بيعلق، واحدة كده والتانية برضه في نفس المركز. تمام. طيب ما علينا من الرسمة دي، من الرسومات اللي أنا رسمتها ديت، بس اللي أنا عاوز أقوله اعتبر إن ميم نون ديت المركز ماشي، مركز الكرتين. الكرة الأولى ميم والكرة التانية اللي هي نون. تمام. اعتبرهم كده متباعدتان، يبقى المركز، البعد بين المركزين يكونوا أكبر من نق واحد زائد نق التانية، نص القطر الأولى زائد نص القطر التانية. طب لو قال لك متمستان من الداخل، يبقى البعد بين المركزين اللي هو ميم ونون، متمستان من الداخل بيساوي طرحهم اللي هو نق واحد ناقص نق اتنين. اكتبوهم عندكم يعني. تمام. طيب متمستان من الخارج، يبقى الميم نون المسافة بين مركز الكرتين بتساوي جمعهم نق واحد زائد نق ايه نق اتنين. معلش أنا هنا هو للداخل اه كده صح تمام. إحداهما داخل التانية، يبقى ميم نون البعد بينهم يكون أصغر من طرحهم، أصغر من طرح الخط الأول ناقص نق اتنين. طب متحدي المركز، يبقى مفيش أصلا إيه، مفيش بعد ما بينهم، ميم نون دي بصفر. تمام. خدها سكرين كده إيه على جنب، هنحتاجوها إن شاء الله. طيب ندخل على الجزء التاني اللي هو يعتبر إيه الدرس التاني كده. تمام، اللي هو المتجهات. على جنب كان جزء المتجهات كله. المتجهات. طيب أنا قلت لك من البداية خالص، المتجه بيكون كده ألف وعلامة صح فوقيه، صح كده، اللي هو ألف متجه. وبيكون بالشكل ده اللي هو س مثلا، مثلا يعني س زائد اتنين صاد ناقص أربعة عين مثلا. هتقول لي هي برضك لو أنت كتبتها كده بالصورة دي الإحداثيات دي، السين المعامل بتاعها واحد، الصاد المعامل بتاعها اتنين، العين المعامل بتاعها سالب إيه؟ سالب أربعة. فعايز تكتبها كده، عايز تكتبها كده براحتك. تمام. وقلت لك إن المتجه نقدر نضربه في سالب، نقدر نضربه في اتنين، نقدر بس نضربه كله في تلاتة. عادي تلعب فيه براحتك، بس النقطة ما تلعبش فيها لأن النقطة ثابتة. تمام. طيب في حاجة دلوقتي أنا عايز أفكرك بيها، اللي هو ألا هو المعيار. المعيار اللي هو بيكون بالشكل ده، المعيار اللي هو بيكون الطول يعني. تمام. لو أنا قلت لك هات لي المعيار بتاع ألف متجه، هتقول لي المعيار دوت، ترد كده وتقول لي هو جذر مربع. تمام. دي السين تربيع والصاد تربيع والعين تربيع. السين تربيع بقى واحد تربيع زائد العين الصاد تربيع اللي هي اتنين تربيع زائد العين تربيع اللي هي 4 تربيع. هتقول لي السالب راحت فين؟ ما انا هقول لك بقى روح الابتدائي، وميس ماجدة كانت بتقول لك ايه، ما التربيع بيبلع السالب. التربيع بيبلع السالب، عشان كده ما حطيتش السالب. هتقول لي تمام يا هندسه كويس، ولحد هنا احنا ايه، احنا زي الفل. لما تيجي تعملهم على الاقل عيد بقى اي كان الرقم هو ايه. تعالى اعملها لك. واحد زائد أربعة، واحد زائد أربعة خمسة، وأربعة تربيع 16. 16 زائد خمسة يعني الجذر كام؟ 21. تمام. تمام. طيب في حاجة تانية اللي هو اسمه وهنا بقى يجيب لك مثلا ايه الرمز بتاعك، اللي هو ايه ألف مثلا هنا، احنا بناخد ألف. تمام. ايه دوت، ايه ده المفروض ماشي، عادي، بطة. تمام. دوت هو متجه، اتجاه الرمز اللي هو ألف، متجه اتجاه الوحدة. تمام. متجه اتجاه الوحدة بيساوي ألف متجه
عشان انا اعطيك مثال اللي هو الف متجه على معيار. على ايه؟ على معيار. يعني هجيبه ازاي انا من المثال؟ هتقول له ان الف متجه فين؟ اللي هو واحد واتنين وسالب اربعة، واحد واتنين وسالب اربعة. طب معيار الالف متجه اللي احنا جبناه كام؟ جذر واحد وايه؟ جذر واحد وعشرين. كويس جدا. بعد كده هتقول له ان دي متجه بيساوي، هتقسم واحد على الجذر واحد وعشرين، تبقى كالتالي. لما تيجي تكتبها بقى تمام، هتلاقي كده في الاختيارات يعني واحد على جذر واحد وعشرين، تاخد الرقم التاني تقسمه، يبقى اتنين على جذر واحد وعشرين، تاخد الرقم التالت اللي هو سالب أربعة على جذر واحد وعشرين. اتفقنا على كده؟ اتفقنا. بمهدك اهو واحدة واحدة، مش مستعجلين والله على حاجة خالص. تمام. طيب، في حاجة مهمة جدا، نجيب اللون الأخضر المفضل. جيوب تمام زوايا الاتجاه. جيوب تمام زوايا الاتجاه. انا لو قلت لك انا عاوز جتا سيتا سين، وعاوز جتا سيتا صاد، وعاوز جتا سيتا عين. ايه جتا سيتا صاد وايه جتا سيتا؟ الجتا سيتا سين اللي هو الجتا اللي في الاحداث السيني، اللي فيه ليه متجه، اللي هو ده، اللي هو واحد على ايه؟ اللي هو واحد على جذر واحد وعشرين. طب جتا سيتا صاد اللي هو ده، اللي هو 2 على جذر 21. طب جتا سيتا عين اللي هو سالب 4 على جذر 21. هتقول لي تمام وزي الفل يا هندسة لحد دلوقتي. هتقول لي طب أنا عاوز أجيب السيتا، يعني أنا عاوز أجيب السيتا نفسها، أجيبها إزاي يا باشمهندس؟ هقول لك ارجع للإعدادي، عشان تجيب السيتا كنت بتعمل إيه؟ شيفت كوزاين، شيفت كوزاين، تمام، للرقم اللي هو واحد على جذر الواحد وعشرين. تمام، جذر 21 هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك الناتج. وهنا شيفت كوزاين 2 على جذر 21، هنا شيفت كوزاين سالب 4 على جذر 21، وهكذا. يبقى انت جبت سيتا س والسيتا ص ايوه. والسيتا عين. تمام كده. تمام، ده لو انت عاوز ايه؟ تجيب جيوب التمام. حد عاوز يسأل يتفضل. اي حد عاوز يسأل في الجزئية ديت؟ هو تمام. بيطلب مننا جاتا امتى يا يوسف؟ مش فاهم السؤال. يعني احنا بنعرف ان هو عايزين جاتا الزاوية دي امتى لما بيسأل ايه؟ معلش عشان ما خدتش بالي. هو اللي بيقول في السؤال انا عاوز جتا سيتا س. واحدة واحدة، أنا بمهد لحاجة أنا عاوزها بتيجي في الامتحانات. تمام. أهم حاجة بس يكون اللي أنا بقوله بس يكون مفهوم وخلاص. اكتبوها كده عندكم إيه شوية ملاحظات. إيه بقى شوية الملاحظات ديت؟ أنت عندك الجتا سيتا س تربيع زائد جتا سيتا صاد تربيع زائد جتا سيتا عين تربيع. كل ده بيساوي الإيه؟ الواحد الصحيح. تمام. يعني مثلا في السؤال هيجي لك ازاي؟ هيقول لك انا عندي ثلاث زوايا. هيقول لك اول زاويه عندك مثلا 45، الزاويه الثانيه 45، الزاويه الثالثه اللي هي سيتا دي اللي هي هتبقى بكام؟ هتقول له ان جاتا سيتا هنا بقى هتشيل السيتا وتحط 45. فعلى الاقل حسب تشيل السيتا هنا وتحط 45، وتشيل السيتا دي تحط مكانها اكس لان انا عاوزها. بعد كده تقول كل دوت يساوي الواحد. شيفت سولف، طبعا الطريقه دي اتعودنا بقى عليها يعني مش هقولها دلوقتي كتير. تمام. شيفت سولف هيدي لك كام؟ هيدي لك ان الثيتا ديت بتساوي 90 ايه؟ 90 درجة. تمام. تمام. طيب في قانون برضو تاني لما تيجي تفك باشمهندس. الجاتا سيتا، الجاتا تربيع ديت لما تيجي تفكها هتبقى واحد ناقص جا تربيع. فلما تيجي تفك وتجمع يعني في الاخر خالص، جا تربيع سيتا س زائد جا تربيع سيتا صاد زائد جا تربيع سيتا عين، عشان لو سأل عليها في الامتحان هو مش بيسأل عليها في المعادلات. كل ده بيساوي 2. كل ده بيساوي
الاتنين. تمام على باشمهندس بعد كده. اذنك، امم هو انت عم جبت 96، انت جمعت ال45 ولا عملت ايه؟ لا، انا قلت حطيتها في القانون. انا دلوقتي هقول لكم على كام تريكات حلوا بيها. بس تعالى اوريكم كده ايه ازاي جبتها على الآلة الحاسبة عشان الناس الجديدة. طيب، عشان تجيب الجاتا اللي انت عاوزها ايا كانت هي ايه. مثلا انا عاوز جاتا في السؤال اللي احنا جايبينه فوق ده، جاتا سيتا عين. فبتساوي ايه؟ هتودي الاتنين دولت هناك بعكس الإشارة، هتبقى واحد ناقص جاتا سيتا س ناقص جاتا سيتا ايه؟ صاد، صح كده؟ وعشان دي تربيع فانا هاخد الايه؟ الجذر لكله. وعشان اجيب الزاوية يبقى شيفت كوزاين على طول. نعملوها على الآلة هي شيفت كوزاين. نفتح القوس، واحد ناقص جتا 45 تربيع زائد جتا 45 تربيع ناقص، معلش، ناقص لأن راحت هناك بعكس الإشارة. كل ده بيساوي كام؟ 90. طب عايز تجيبها كده جيبها، عاوز تجيبها بطريقة تانية وتبقى عارف إن هي 90، تمام. بس كده عشان تكون أنت إيه، تكون أضمن لك وعارف. طيب، شوية بقى إيه تريكات، يعني هتلاحظوها وأنتوا بتحلوا كتير. لو جاب لك الزاوية 45 60 بيجيبها في امتحان المعادلة كل سنة، كل سنة. تمام، خدوا بالكم. 45 و60 يقول لك دي سيتا، يقول لك مثلا سيتا و45 هنا وهنا 60، يقول لك 45 45 وهنا مثلا سيتا. هنا السيتا هتبقى ايه؟ بص، لو جاب لك 60 و45 على طول الزاوية التالتة 60. نفس الكلام 60 و45 يبقى الزاوية التالتة 60. مش هيلعب بدل ما يغير الأماكن براحته. لو جاب لك 60 معاه 45 اختار 60. تمام. طب لو جاب لك زاويتين مجموعهم 90 يبقى التالتة دي 90. لو الزاويتين مجموعهم 90 درجة اختار ال90 على طول. لو الزاويتين اللي هو عطاهم لك مجموعهم 90 يبقى اختار 90 درجة. تمام. 60 و30 اختار 90. لو الزاويتين اللي جابهم لك مجموعهم 90 تختار التالتة 90. تمام. ده كده بالنسبة لإيه؟ لنقطة الزاوية، ودي مسألة في الامتحان بتيجي إيه؟ كل سنة. طب أنا ليه قلت لك القانون دوت ناوي أنا غاوي يعني إن أنا أتعبك؟ لا، مش غاوي أتعبك، بس هو ممكن مثلا يجي السنة دي وريزل ويسألك في القانون، ويجيب لك القانون دوت زي ما عمل في الثانوية العامة السنة اللي فاتت، ويقول له ده بيساوي إيه. فلو أنت مش حافظ إن ده كل ده بيساوي 2 هتحتاس، مش هتبقى عارف، لأن ده قانون معروف. تمام. طيب، تمام كده. تمام كويس جدا. طيب، في حاجة كمان عاوز أتكلم فيها قبل ما ندخل على الضرب القياسي والاتجاهي. إيه هي النقطة ديت؟ لو قلت لك إن ألف ب متجه، هو بالظبط، ركز بالله عليك تركز، ده كده اسمه ايه؟ ألف ب متجه بيساوي التاني ناقص الأول. التاني اللي هو اسمه ايه؟ ب. يبقى ب ناقص ألف. ب وألف دول هو بيديهم لك نقطتين، بتطرح ب ناقص الألف. وضح لي يا باشمهندس. هوضح. واحد واثنين وثلاثة مثلا، ونقطة ب ديت مثلا بتساوي كام؟ ستة وسبعة مثلا وثمانية. تمام. وقلت لك أنا عاوز ألف ب متجه. هتقول لي كده تترجم في دماغك، تقول لي ألف ب يبقى ب ناقص ألف، التاني ناقص الأول. التاني ناقص الأول هتبقى إيه بقى؟ التاني ناقص الأول اللي هو ب ناقص ألف. س ناقص س، ستة ناقص واحد خمسة. سبعة ناقص اتنين خمسة. تمانية ناقص تلاتة خمسة. ده أنا لو قاصد مش هجيبها كده. تمام. فألف ب، لو قال لك ب ألف لو قال لك ب ألف يبقى ألف ناقص ب. دايما التاني ناقص ليه؟ الأول. تمام. وبالمناسبة إن ألف ب هي بالظبط سالب متجه، سالب ب. تمام. يعني أنت لو عاوز ب ألف وأنت جبت ألف ب يبقى غير إشارة. هتغير إيه؟ إشارة بس. اتفقنا على كده؟ أعتقد إن هو اتفق. طيب، أي حد عايز حاجة من النقط ديت؟
هندخل طبعا على ايه الضرب القياسي والاتجاهي بعد كده. الضرب الايه القياسي، بعد كده ندخل على الضرب الاتجاهي. الضرب القياسي كده ايه سريعا. آه الضرب القياسي بيدي لك كمية قياسية، بالبلدي يعني رقم. يعني بيديني ايه؟ بيديني في الاخر ايه؟ رقم. قانونه اللي هو س واحد في س اتنين زائد صاد واحد في صاد اتنين زائد عين واحد في عين اتنين. تمام. كل ده بيساوي هيساوي في الاخر ايه؟ رقم، مش هيديني متجه. تمام. ده كده ايه؟ الضرب القياسي. طبعا قدام شويه هناخد شويه خواص فيه. طيب الضرب الاتجاهي بقى. بالنسبه للضرب الاتجاهي، شايف القوس دوت؟ مهم. ضرب اتجاهي يعني محدد. ضرب اتجاهي يعني ايه؟ محدد. تمام. على طول. هو يعني ايه محدد بقى؟ الكلام ده احنا ما خدناهوش. واحده واحده هفهمك اهو من البدايه خالص. لو عطيت لك نقطه اسمها الف تساوي مثلا واحد واثنين وثلاثه، يلا، وب بتساوي اي رقم مثلا اتنين وتلاته وخمسه مثلا. تمام. دي كده نقطه اسمها الف، متجه قصدي، وده متجه اسمه إيه؟ ب. انا دلوقتي عاوز اضربهم ضرب اتجاهي. ضرب اتجاهي بيكون كده الف، ضرب اتجاهي يعني علامه الفي. تمام. ب. انا قلت لك كلمة السر بتاعته إيه؟ محدد. محدد ده اللي هو بيكون إزاي؟ محدد بتفتح له قوس كده، عمودين كده كبار. تمام. طبعا عشان الناس اللي لسه ما خدتش المحددات ديت، هبسطها لك يعني. ركز بس. تمام. بيكون عندك في أول صف السين والصاد والعين، المتجهات بتاعتك. تمام. تمام. تمام كده. تمام. وتاني حاجة هنا، وهنا عندك صف. بالنسبة للصفين دول بتحط أول حاجة ألف، صح؟ بتحط ألف عندك اللي هو واحد عند س، اتنين تلاتة. تاني حاجة اللي هو ب، حط التاني اللي هو اتنين تلاتة خمسة. تمام كده. هتقول لي تمام وزي الفل وحاجة عنب، حاجة لوز. تمام. هقول لك في حاجة في المحددات، هي الإشارات. قاعدة الإشارات مهمة جدا. هتقول له هنا موجب، موجب الأولى موجب، التاني بيكون سالب، التالت بيكون موجب. تمام. طب انا لما اجي افك واحله هحله ازاي يا باشمهندس؟ بص بقى ركز كده ايه، عشان واحده واحده انا بتلخبط فبحل بالطريقه ديت. هاخد الاول الموجب س. تمام. بعد كده هاخد السالب صاد. بعد كده هاخد الموجب عين. واعمل ايه لنفسي؟ هعمل افتح قوس ناقص، افتح قوس ناقص، افتح قوس ناقص. تمام. لان انا لسه مبتدئ بس. تمام كده. تمام. هتقول لي بعد كده اعمل ايه؟ هروح عند السين. انا عاوز اجيب الاول السين. تمام. هلغي العمود بتاعها اللي هو العمود ده كله، وهلغي الصف بتاعها اللي هو الصف ده كله. هيتفضل لك ايه؟ بص كده، هيتفضل لك الجزء الصغنطوط اللي هو المربع ده. هعمل فيه ايه ده يا باشمهندس؟ هقول لك هتضرب طرفين ناقص الطرفين التانيين، اللي هو هيبقى اتنين في خمسة ناقص اهي القانون تلاتة في ايه؟ في تلاتة. فنرجع تاني كده بس. يبقى انا هلغي الصف وهلغي العمود. اضرب اتنين في خمسة بكام؟ بعشرة. بعد كده ناقص تلاتة في تلاتة، الطرفين التانيين تلاتة في تلاتة بكام؟ بتسعة. تمام كده. تقول لي تمام زي الفل، ما الموضوع طلع سهل اهو. طبعا عشان انا اللي بقوله. طيب تاني حاجة، الصاد، هلغي العمود بتاعها والغي الصف ايه بتاعها. هيتفضل لك ايه؟ هيتفضل لك الجزء ده اللي هو، انا طبعا لغيت ده خلاص، مش شايفه انا خلاص. تمام. هضرب الواحد في خمسة بكام؟ بخمسة. ناقص التلاتة في كام؟ في اتنين. تمام كده. نرجع بس عشان ما نبوظش الرسمة. يبقى واحد في خمسة بخمسة ناقص اتنين في تلاتة بستة. هتقول لي ايه ده؟ ما الموضوع طلع سهل اهو. هقول لك تعالى نجيب اخر حاجه، هنلغي العمود ونلغي الصف. هيتفضل لك الجزء ده، الجزء ده اللي هو واحد في تلاتة ناقص اتنين في
2 1 في 3 ناقص 2 إيه في 2. يبقى 1 في 3 في 3 ناقص 2 في 2 ب4. ب4. تمام. في الآخر بقى في الآخر بقى كده يا باشمهندس، هتعمل إيه؟ قيمة للسين وقيمة للصاد وقيمة للعين. قيمة السين اللي أنا عملتها هنا دي اللي هي 10 ناقص 9 بكام؟ يلا قول لي. 10 ناقص 9 بواحد. واحد. إيه؟ تمام. بالنسبة للصاد 5 ناقص 6 سالب واحد. واحد. لا نركز، صغير ناقص ليه احنا كبير. بنحط السالب؟ أهو. تمام. تمام، السالب حاجة أساسية. طيب 5 ناقص واحد بسالب واحد، ونركز إن فاهم. عند الصاد هنا في إشارة إيه؟ سالب، فسالب في سالب فاهم. بموجب. آخر حاجة 3 ناقص 4 بسالب إيه؟ سالب واحد. تمام. فألف ضرب اتجاه ب، كل ده بيساوي إيه؟ الكلام ده. الضرب اتجاه اتفهم. انا عاوز الفكره نفسها، فكك من المثال، بس اتفهمت. اول حاجه بعمل محدد، احط ايوه. الاشارات موجب وسالب وموجب، بعد كده احطهم تحت بعض كده عشان ما اتلخبطش. تمام. لو اتفرجت على اليوتيوب هتلاقي في طرق تانية وكل طرق صح. تمام، بس انا بمشي كده بخطوات عشان بس الدنيا تسهل عليك. بعد كده افتح القوسين بتوعي والغي الصف والغي العمود بايديا. وانت كده وانت حاطط الورق قدامك الغي بايديك. تمام، او حط المسطره عليهم. بعد كده ايه طرفين ناقص الطرفين التانيين، بس بكل بساطة. وطلعت السين والصاد والعين وحطيتها في ما بين أقواس. تمام. ده كده بالنسبة لليه للضرب الاتجاهي. تمام. طب أنا لو جيت قلت لك مثلا ألف ضرب اتجاهي ب دوت ج. دوت ديت يعني هي ضرب قياسي. دوت دي لو أنا جيت قلت لك ألف دوت ب، ده كده ايه ضرب قياسي، اللي هو هاخد الالف وب واضرب السين في السين الصاد في الصاد العين في العين، ضرب قياسي. تمام. بس هنا بيقول لك الف ضرب اتجاهي ب بعد كده ضرب قياسي ب. انت هتقعد بقى لسه هتضرب الف بعد كده تضربها في ب، واللي هيطلع الناتج تضربها ضرب قياسي في ج. لا يا عم، سهل لك الكلام ده خالص. قال لك بدل ما هتعمل الكلام ده كله انت ممكن تعمل محدد، تحط هنا النقطة بتاعت ألف، وتحط في الصف التاني النقطة بتاعت الب، وتحط في التالت ايه النقطة بتاعت الج، وتشتغل برضو ايه تشتغل عادي محدد، هيطلع لك في الاخر رقم. تمام. هقول لك ازاي لما تيجي وقتها. تمام كده. بس انا عايز افهمك بس حته الضرب الاتجاه، والحمد لله اعتقد ان هي تكون وصلت ايه للجميع. طيب تعال كده نكمل. لو قال لك من الحاجات المهمه مركبه مثلا الف متجه في اتجاه ب متجه، القانون بتاعك ايه؟ احفظ بالله عليك معايا. لو قال لك انا ببتدي بالاول اهو، قال لك مركبة ألف ببتدي بيه الأول، ألف دوت ب على معيار التاني، معيار ب. تمام. ألف دوت ب اللي هو ضرب قياس عادي. تمام، على معيار الايه؟ على معيار التاني. تمام. بدأت ليه بألف هنا؟ إن هو قال لك عايز مركبة ألف في اتجاه ب، عشان كده بدأت بألف على معيار الايه؟ على معيار الب. تمام كده يا صديقي. أعتقد إن هو يكون تمام بإذن الله. طيب بالنسبة لو ده كده أنا بتكلم في المتجهات. تمام. لو عاوز مثلا يجيب الجتا في المتجهات بقى، عاوز يجيب جتا الثيتا، وجاب لك نقطتين الألف والب عادي. تمام. هتقول له إيه؟ هتقول له ألف دوت ب ضرب قياسي ب على معيار الأول في معيار التاني بس. ولسه متعلمين من شوية ازاي نجيب المعيار، الجذر التربيعي، السين تربيع الصاد تربيع العين تربيع. تمام. كل ده هيثبت واحنا بنحل ان شاء الله، ما تقلقش. تمام كده. ده بالنسبه ليه لو هو عاوز الزاويه يعني. لو هو عاوز الايه لو هو عاوز الزاويه. طيب كويس جدا. كويس جدا. ده بالنسبه كده ايه للجزء المتجهات ايه كله. تمام. عاوزين بقى ندخل على الحاجه ده، احنا كده خلصنا ليه الوحده. بس قبل ما نخلص الوحده في شوية حاجات بتيجي في المعادلة مش مكتوبة في الكتب عندك. تمام. وهي مساحة، لما يجي يقول لك عاوز مساحة المثلث. تمام. أو لما يجي يقول لك عاوز مساحة متوازي الأضلاع. ولما يجي يقول لك أنا عاوز حجم متوازي السطوح.
حجم المتوازي، حجم مساحة، قصدي مساحة المثلث، مساحة المثلث هتقول له كده نص في معيار أي بقى. هتاخد، بص هقول لك على حاجة هرسمها لك اهي. دي مثلا ألف ب ج. تمام. أنت لو عاوز تجيب مساحة وأعطيك متجهات، متجه مش عاطيني أطوال. تعرف لو كان عاطيني أطوال كنت هتقول له نص طول القاعدة في الارتفاع وعلى طول خلصت الدنيا. بس هنا هيبقى أعطيك إيه؟ هيبقى أعطيك متجه. فأنا ساعتها هعمل إيه؟ ساعتها هتقول له، هبتدي مثلا من هنا، تقول له ألف ب ضرب اتجاهي ألف ج. تمام. وتضربه في وتجيب المعيار بتاعه وتضربه في نص، يبقى انت جبت المساحه. النقطه اللي انا ابتديت بيها فين؟ الف. يبقى الف ب ضرب اتجاهي الف ايه؟ الف ج متجه. تمام كده. كويس جدا. هتقول لي اصبر. هقول لك ليه بس كده عايز توقفني؟ تقول لي انا هجيب الف ب دي ازاي؟ باشمهندسة هنا هترد عليا، وانت قلت لي من شويه يا باشمهندس لما انت عايز تجيب مثلا الف ب متجه هتجيبهم ازاي؟ هتقول لي التاني ناقص الاول ب ناقص الف. عاوز اجيب الف جيم يبقى جيم ناقص الف، التاني ناقص الاول، بعد كده تضربهم في الاخر ضرب اتجاهي. احنا لسه متعلمين ضرب اتجاهي ازاي. كل ده ان شاء الله هنقوله واحنا بنحل باذن الله. وفي الاخر تجيب المعيار. اتعلمنا المعيار ده اللي هو ايه؟ الجذر التربيعي. تمام. طيب مساحة متوازي الاضلاع قال لك من غير النص، يبقى معيار على طول، معيار الف ب ضرب اتجاهي الف ج. تمام. هو انا ممكن يا باشمهندس اقلبها تبقى ب الف ضرب اتجاهي ج الف؟ هقول لك غلط. ليه؟ النقطه اللي انت ابتديت بيها هنا هي لازم أنت تبتدي بيها هنا. يعني انت لو ابتديت يبقى ب الف ضرب اتجاهي ب ج. يبقى النقطه ديت مهمه، لازم تكون اللي انت ابتديت بيها هنا هي اللي انت ابتديت بايه بيها هنا. اتفقنا كده يا باشمهندس؟ اتفقنا. طب آخر حاجة حجم متوازي السطوح. حجم متوازي السطوح اللي هو بيكون ألف ضرب اتجاه ب دوت ج، اللي هو بإيه؟ اللي احنا لسه قايلين عليه من شوية، المحدد، واللي أنا هعلمه لك واحنا بنحل إن شاء الله. تمام. محدد فيه إيه؟ في الثلاث خانات بتوعك. أو ممكن يعني هقول لك الطريقة كمان على الآلة الحاسبة لو أنت عاوز تعملها على طول على الآلة الحاسبة. طيب يلا بينا ندخل. احنا كده خلصنا الوحدة الأولى كلها الحمد لله. هندخل بقى على الوحدة التانية. الوحدة التانية اللي هي المستقيم، درسين، حاجة اسمها مستقيم في الفراغ، والدرس التاني اللي هو اسمه إيه؟ المستوى في الفراغ. يبقى احنا كده خلصنا ليه؟ الفراغية كلها يا باشمهندس. طيب ندخل بقى على المستقيم. مستقيم ايه؟ في الفراغ. علشان تقول لي اعمل مستقيم هترد تقول لي كده، عشان تعمل مستقيم يا باشمهندس لازم أن يكون عندك حاجتين. هقول لك ايه الحاجتين دول. هتقول لي النقطة بتاعتك، نقطة وايه؟ والمتجه. النقطة والايه؟ والمتجه. المتجه هنا بيتسميه ه. ه ايه؟ ه متجه. تمام كده. تمام. طيب من الحاجات اللي انت تقدر تجيب بيها اله لو هي مش موجودة معاك، لو اعطيت كده مثلا خط مستقيم، اعطيك نقطة هنا الف، واعطيك هنا نقطة اسمها ايه؟ ب. اللي فتح المايك يقفل المايك. تمام. اعطيك نقطة مثلا واحد واثنين وثلاثة، وهنا أربعة وخمسة وستة مثلا يعني. تمام. هتجيب اله متجه ازاي هنا؟ هتقول له بطرح السينات، طرح الصادات، وطرح الايه؟ العينات. هتبقى أربعة ناقص واحد. أربعة ناقص واحد بكام؟ تلاتة. وخمسة ناقص اتنين تلاتة. وستة ناقص تلاتة تلاتة. تلاتات. تمام. ده الهيه متجه. هو أنت يا باشمهندس تقدر تقول لي هيه متجه قلت لك مثلا بتساوي سالب تلاتة وسالب تلاتة سالب تلاتة، هل ده بيساوي ده أم لا يساويه؟ حد يفتح المايك ويقول لي هل ده هو ده، ولا في حاجة تختلف، ولا مش بيساويه؟ هل الهيه واحد دوت مثلا بيساوي هيه اتنين، ولا مش بيساويه؟ اكيد الاشارات. يساويها بس بعكس الإشارة. يعني هو صح. اه. يعني هو المتجه فبيساويه. تمام. تمام. من هنا نرجع لأول حاجة قلت لك، المتجه إيه؟ أقدر أغير إشارته
واقدر اضربه في نفسه في اي رقم في الدنيا عادي. اقدر مثلا هو برضو بيساوي كام؟ تعالى نضربه اضرب في اتنين. تلاتة في اتنين بستة. تلاتة في اتنين بستة، ستة. اقدر اضربه بعد كده بسالب في سالب. اقدر العب فيه براحتي. تمام كده. تمام. طب ده كده بالنسبة ليه للمتجه. طب انت قلت لي الدرس بيتكلم عن المستقيم في الفراغ، اقول لك اه. تعالى بقى ناخد الثلاث صور بتاعة المستقيم كده ايه بسرعة عشان ندخل على الحل. اول حاجة عندك اللي هي الصورة ليه، الصورة المتجهة. تمام. الصورة المتجهة. تاني صورة عندك اللي هي الصورة واللي انا بستخدمها على طول واللي انت تركز فيها، الصورة الايه، البارامترية. الصورة اللي احنا نركز فيها. تمام كده. تمام. وبعد كده طبعا الصورة الايه، العامة، من الصور برضو المهمة وبتيجي في الامتحانات. الصورة الايه، الصورة العامة او الصورة الإحداثية. الإحداث. تمام. الصورة العامة او الصورة الإحداثية هي يعني. طيب، ايه الصورة المتجهة ديت؟ الصورة المتجهة بتكون كده، ر متجه بتساوي النقطة بتاعتك اللي هي س واحد، صاد واحد، عين واحد، زائد كاف. اله متجه، اله اللي انا هسميه ألف وب ج. تمام. خد بالك بس كده معلش يعني ركز معايا. دي كده اسمها ايه؟ ده اسمه النقطة. يعني لو اعطاك نقطة اقدر احطها هنا، احطها هنا. تمام. والالف والب والجيم ده ايه؟ ده المتجه. ده ليه؟ ده المتجه اللي هو المتجه الاتجاه بتاعك. تمام. تمام كده. تمام. بالمناسبة ان متجه الاتجاه المستقيم دوت بيكون متجه بيوازي. يعني المتجه دوت بيكون موازي للمستقيم. يعني المتجه ده بيكون موازي للمستقيم نفسه، فاحنا بنسميه كده متجه اتجاه. تمام، للمستقيم. طيب، يبقى انت كده عرفت ان اللي هنا ده اسمه ده ايه، ده المتجه. وعرفت ان دوت اللي هو ايه، ده النقطة. كويس جدا. عاش. طب الصورة البارامترية اللي انت بتقول عليها مهمة، بقول لك الصورة البارامترية دي انا هعملها لثلاث معادلات مرة واحدة. اه. ازاي؟ هقول له س، صاد، عين. زي بالظبط، زي بالظبط لما جيت فكيت الره دي، ما الره متجهة دي اللي هي السين والصاد والعين، انت هتفكهم واحدة واحدة بقى علينا يا باشمهندس. هقول لك حاضر. السين لما اجي افكها هاخد السين واحد زائد الألف وأضربها في الكاف اللي هتبقى س واحد، زائد أضرب الألف في الكاف تبقى ألف كاف. تاني واحدة الصاد هتبقى صاد واحد أهي، زائد أضرب الب، إحداث الصاد في إيه؟ في الكاف يبقى ب كاف. العين يبقى عين واحد، زائد اللي هي العين بتاعت النقطة، زائد هاخد العين بتاع المتجه اللي هو جيم أضربه في إيه؟ أضربه في الكاف يبقى جيم. تمام. طبعا ده كده انا بقول رموز. طبعا الكاف دوت ايه، الكاف ده ثابت. الكاف ده ثابت. طيب. اما الالف والب الجيم دول هو بيديهم لك ارقام، والسين والصاد والعين هو بيديهم لك ارقام عاديه. تمام كده، ركز معايا بالله عليك. تمام. طيب بالنسبه للصوره العامه، قال لك ان الصوره العامه، الصوره العامه بتكون كالتالي. زي بالظبط لما تجيب الكاف ديت. انا الثلاث صور بفكهم من بعض، بحط المتجهه قدامي، بعد كده بفكها اجيب البارومتريه، بعد كده افكها تاني اجيب الايه، العامه. عادي يعني. قال لك انك بتودي السين واحد دي هناك بعكس الاشاره وتقسم على الالف. ازاي؟ هتبقى الصوره ماشيه كده، س، س ناقص س واحد. دبانه رزله، دبانه رزله. س ناقص س واحد على المتجه بتاعك اللي هو الف اول واحد بيساوي صد واحد على اللي جنبيها اللي هي ايه، ب، بتساوي عين ناقص عين واحد على ايه، على ج. دي كده الصوره العامه. بص بقى، في شويه كده خلاص عاوزك تاخد بالك عشان ايه، ما نزعلش من بعض انا وانت. ايه بقى الحاجات اللي انا عاوزك تاخد بالك منها؟
اولا لازم أن يكون معامل السين والصاد والعين وحيد. طب لو جنبي رقم يا باشمهندس هتعامل معاه ازاي؟ اقسم ال اقسم ال... نقسم الكسر كله على نفس الرقم، علشان لازم أن يكون المعامل بتاعي هنا واحد وهنا واحد وهنا ايه واحد. اتفقنا على كده؟ اتفقنا. طيب ده كده بالنسبة لإيه؟ الصور. ده كده بالنسبة للصور. طيب عشان ناخد الصفحة دي كلها تكون للمستقيم بس، في حاجتين أنا عاوزك تاخد بالك منهم. لو أنا عاوز أجيب الزاوية بين مستقيمين، لو جاب لك مستقيم واحد هسميه لام واحد، ومستقيم تاني اسمه لام اتنين. جاب لك مستقيمين، يجيب لك أي صورة أيا كانت الصورة إيه يعني. تمام، مش هتفرق معايا. مش هتفرق معانا الصور، كده كده احنا قلناها خلاص. طيب هتقول له إن الجاتا سيتا بتساوي، لو هو عاوز الزاوية، جاتا سيتا بتساوي بالقياس، عشان ايه لازم تطلع القيمة موجبة. هتجيب المتجه اللي هو ه واحد بتاع المستقيم الأول، وتضربه ضرب قياسي ه اتنين بتاع المستقيم التاني، المتجه اتجاه المستقيم التاني، وتقسمه على ايه؟ وتقسمه على معيار الأول، متجه اتجاهي، في معيار الايه؟ التاني. تمام. تمام كده تمام. ده لو انت عايز تجيب الايه الزاوية، هتجيب اله المتجه بتاع المستقيم الأول، وتجيب المتجه بتاع المستقيم التاني، وتعمل ايه فوق؟ تضربهم ضرب قياسي، وتحت تجيب المعيار الاول وتضربه في المعيار التاني، وجبت انت كده ايه، وانت كده تكون جبت الزاويه. طيب من الحاجات المهمه هنحل عليها دلوقتي، هتلاقيها في امتحان 2023 2024 و22 و21 و18 و2020، بتيجي في كل الامتحانات بتاعت المعادله، ما شاء الله مش بيسيبها. لو قال لك اوجد بعد او مسافه او طول عمود، يقول لك اي لفظ من الثلاث ايه ألفاظ، جمع ألفاظ، أي لفظ من الألفاظ دي، صح كده؟ تمام. بعد أو مسافة أو طول، نقطة، نقطة من خط مستقيم، أو بعد نقطة لخط مستقيم. تمام. هتقول له إيه؟ هتقول له إن البعد اللي هو لام بيساوي شرطة كسر، معيار، معيار، وتحت المعيار معيار إيه فوق بقى؟ لو أنت عاوز النقطة اللي أنت عايز تجيبها، اللي هي مثلا عاوز تجيب بعد نقطة، بعد نقطة ب، تمام، فهتقول له ج ب متجه، هو بيديها لك كده في المسألة. تمام. أو بعد نقطة، أو بعد الخط المستقيم نقطة الأصل اللي هي هتبقى إيه واو ألف. تمام. ضرب اتجاهي ه متجه على معيار اله متجه. ده كده بالنسبة لإيه؟ للطول، طول العمود أو البعد أو المسافة زي ما بيطلب هنا طبعا إيه عمود، معيار. تمام. هتتعامل ازاي مع اللي جوه ده؟ ضرب اتجاهي اهو، احنا لسه قايلينه من شويه واخدنا مثال عليه وقلت لك ازاي تحله بالتفصيل الممل. تمام كده. طيب ده كده بالنسبه للايه، ده كده بالنسبه للمستوى. طبعا في شويه حاجه اللي هي شرط التوازي وشرط التعامد، هقولها بعد ما اخلص المستوى عشان اربط الفرضيه كلها ببعضها بس. تمام. اما هنا انا قلت الحاجات الايه، انا قلت الحاجات الاساسيه اللي هي موجوده في المستقيم بس. خد سكرين لو انت عاوز، يلا ناخد بالنا. لو انت عطيك الصورة العامة وعاوز المتجه، هتقول له ان المعيار اللهم صل على محمد، الايه ال- اللي هو المقام اللي تحت، تمام، هو ده المتجه اللي هو ألف وب وج. طب انت عايز تجيب النقطة، هتقول له النقطة اللي هي موجودة هنا دي، اللي هي دي، بس هتقول له ايه بعكس الاشاره، بدل ما كانت سالب س، لا هتقول له انا عاوز ايه، اللي هي النقطه كانت هنا اهي، تركز س وصاد وعين، يبقى هتغير الاشاره بس. لو هو اعطيك الصوره دي وانت تطلع منها النقطه والمتجه يعني، اذا كان طلبها يعني. تمام، بس عشان من ايه، من حته انك تكون فاهم بس مش اكتر. تمام. ندخل بعد كده على المستوى، واحدة واحدة واحنا على مهلنا. في المستقيم من شوية قلت لك ايه؟ قلت لك عشان تعمل مستقيم في الفراغ، عشان تعمل معادلة مستقيم لازم أن يكون معاك حاجتين، صح؟ ايه هما الحاجتين اللي انا قلت عليهم؟ قلت لك لازم أن يكون عندك نقطة هناك في المستقيم، صح؟ وهنا برضك نقطة. طب وايه تاني؟ متجه اتجاهي، صح؟ في المستقيم هناك، هنا برضك ايه؟ متجه اتجاهي.
يوازي المستوى. تمام. بس المتجه الاتجاهي هنا بقى، هناك كنا بنسميه ه، هنا هنسميه نون متجه. هنا هنسميه ايه؟ نون متجه. تمام كده. تمام. طيب، عندك كم صورة في المستوى؟ عندك 3 صور. تمام. ايه هم ال3 صور دول؟ اول صورة اسمها الصورة المتجهة. تاني صورة اسمها الصورة القياسية. الصورة القياسية. تالت صورة وهي الصورة الايه؟ العامة. طيب، الصورة المتجهة بتكون شكلها كده: نون متجه، ضرب قياسي الري، بتساوي نون متجه باتجاه النقطة ألف. تمام. دي كانت الصورة المتجهة، واحنا مش بنستعملها كتير يعني، مش عايز اشغل دماغك بيها. بس من الحاجات المهمة اللي هي الصورة القياسية. الصورة القياسية والصورة العامة. الصورة القياسية اللي هي بتبقى ايه؟ ألف افتح قوس زائد ب افتح قوس، طبعا هنا ناقص، تمام، زائد ج افتح قوس ناقص. تمام. كل ده بيساوي ايه؟ الصفر. هنا السين، الصاد، والعين. تمام. السين والصاد والعين. وهنا سين واحد، هنا تبقى سين واحد النقطة، صاد واحد، وعين إيه؟ واحد. سين واحد وصاد واحد وعين واحد دولت ليه؟ النقطة بإيه؟ النقطة بتاعتك. تمام. والسين والصاد والعين دولت دي الحاجات الأساسية المقدسة اللي احنا قلنا مش بنغير فيها حاجة. طيب، والألف والب والجيم دولت إيه؟ الألف والب والجيم هو المتجه الإيه؟ الاتجاه. قلنا المتجه هيبقى ألف نرمزه كده، ألف وإيه؟ ألف وب وجيم. تمام كده يا صديقي. تمام. قال لك لما تيجي تفك الصورة اللذيذة ديت، هيدي لك صورة عامة. ازاي؟ لما تيجي تضرب هنا الألف في س، بعد كده ألف في سالب س، بعد كده ب هنا وهنا وهنا نفس الكلام. تمام. هتلاقي في الآخر إن الصورة بتظهر لك بالشكل ده: ألف س زائد ب صاد زائد ج عين. تمام. زائد د، كل ده بيساوي صفر. بالراحة كده يا باشمهندس، الصورة دي ما فيهاش د. انت جبت الكلام ده منين؟ تجيبه من دماغك ولا ايه؟ طبعا مش هجيب حاجة من دماغي. تمام. طب جبته منين دوت؟ انت لما جيت ضربت الالف، ده رقم، ضربته في السين رقم. الف كان رقم، ضربته في السين كان رقم، والب كان رقم، ضربته في الصاد والجيم والعين. كل الارقام اللي انت لما جيت ضربتها في بعضها ديت عملت لك زي حد مطلق، بقى رقم واحد. فالرقم الواحد ده انا جمعته سميته ايه؟ سميته د. وده اسمه ايه؟ الحد ليه؟ المطلق. فاكرين زي ايه؟ اكيد فاكرين. اللي هو ليه؟ زي معادلة الكرة. تمام. لما جينا فكينا الصورة القياسية للصورة العامة، تمام، وقلت لك ان ده اللي هو الايه؟ اللي هو الحد المطلق لما جمعنا الارقام كلها. ما استنتجتش لان انا ايه؟ مش في محاضرة استنتاج، مراجعة. طيب، لو انا جيت كده وقلت لك معادلة المستوى س عين س صاد، او س عين س صاد، معادلتها العين بصفر، معادلة المستوى صاد عين، يبقى السين بصفر. طب معادلة المستوى س عين، يبقى الصاد بتاعتها بصفر. قلت لك الغايب بصفر. تمام. لان هنا برضو ايه موجود. طيب، اللهم صل على محمد. بالنسبة للزوايا والبعد، قلت لك احنا هنتكلم. لو قال لك اوجد البعد او المسافة او طول العمود، هيقول لك يعني ايه؟ اي حاجة من من الالفاظ ديت. هتقول له ان اللام اللي هو البعد بيساوي شرطة كسر مقياس على الايه؟ على الجذر. يبقى تاني: طول العمود النقطة على إيه؟ نقطة على مستوى شرطة كسر مقياس على إيه؟ مقياس على الجذر. تمام؟ مقياس إيه فوق بقى؟ والجذر إيه؟ الجذر اللي تحت هتاخد الألف تربيع زائد الب تربيع زائد الجيم تربيع. يجي واحد يقول لي إيه ألف وأقول وإيه ب وإيه جيم، مش هرد عليك لأنك أنت كده مش صاحب ربع جنيه حتى. ليه؟ لأنك أنت مش مركز أصلا. قلت لك إن ألف وب وجيم ده اللي هو ليه؟ المتجه الاتجاهي بتاعك، قلنا هنرمز له كده: ألف وب وجيم. تمام؟ تمام، ده المتجه. طيب، فوق هتكتب المعادلة هي بالظبط: الألف
وهتضربها في س واحد اللي هي النقطة، زائد ب هتضربها في الصاد، زائد ج هتضربها في عين، زائد الدال اللي هو الايه الحد المطلق، عين واحد طبعا دي النقطة بتاعتك، دي صاد واحد. يبقى بعد نقطة على مستوى شرط كسر مقياس على الجذر، الجذر تحت ايه اله، وخده وربعه فوق، خد اله واضرب بقى ألف في س زائد ب في صاد واحد زائد ج في عين واحد زائد الدال اللي هو الحد المطلق بتاعك. تمام كده. أعتقد إن هو إن شاء الله يكون تمام وزي الفل كمان. تمام كده. تمام. طب لو أنا عاوز بقى الزاوية، جتا، الجتا بتساوي إيه؟ مش فاهمة يا باشمهندس. نعم. ممكن نقول إن اللام مقياس الصورة العامة على جذر ميم تربيع. لا، الصورة العامة فين؟ بص ثانية واحدة كده. الصورة العامة دي صح؟ أيوة. طيب نركز كده. أنا قلت لك ألف مضروبة هنا فين؟ في السين. هل السين دي هي سين النقطة؟ لا، دي سين المعادلة، السين اللي ما بتتغيرش، اللي هي المقدسة بالنسبة لنا. تمام. أما هنا السين دي سين النقطة بتاعتك. تمام. هي نفس المعادلة، بس أنا شلت السين والصاد والعين وحطيت النقطة اللي هي سين واحد وصاد واحد وعين واحد. تمام. عشان كده ما قلتش أنا معادلة عشان محدش بس يتلخبط. الناس كلها معايا كده. تمام. أنا بس هنا في الزاوية، اللي هي جاتا سيتا، ما بين مستويين، الزاوية بين مستويين. فاكرين بين مستقيمين من شوية؟ هرجعها لكم. فين أهي؟ قلت لك مقياس ه اللي هو المتجه الأول ضرب قياس المتجه الثاني على معيار الأول في معيار الثاني. طب هنا نفس الكلام، بدل ما أحط ه هحط نون، لأن المتجه بتاعك بتاع المستوى اسمه إيه؟ اسمه نون. فهيبقى مقياس أهوت نون واحد ضرب قياسي نون اتنين على معيار الأول نون واحد في معيار الإيه؟ التاني. بكل بساطة طبعا متجه. تمام. ده كده بالنسبة للزاوية بين مستويين. والزاوية بين مستقيمين احنا لسه واخدينها من شوية، واخدين من شوية الزاوية بين متجهين. الله بقى لو عليك لو عملت ملخص قلت الزوايا بين متجهين بيساوي شرطة كسر ألف دوت ب على معيار ألف في معيار ب. طب الزاوية بين مستقيمين يبقى شرطة كسر فوق مقياس ه اللي هو المتجه الاتجاهي بتاع المستقيم الأول ضرب قياسي متجه اتجاه المستقيم التاني على معيار الأول في معيار التاني. طب بين مستويين نفس الكلام، بدل ما أحط ه لا بس هحط هنا نون، لأن المتجه في المستوى اسمه نون ما اسمهوش ه، عشان أفرق بس بين المستقيم والمستوى. بس هل هتفرق حاجة بين اله والنون؟ مش هتفرق حاجة. هو في الآخر إيه؟ متجه بيوازي المستقيم هنا، وهنا متجه بيوازي الإيه؟ المستوى يا باشمهندس. تمام كده؟ تمام. طب لو قال لك زاوية بين مستقيم ومستوى، لو قال لك زاوية، اوجد الزاوية بين مستقيم ومستوى، هتقول له ايه؟ هتقول له ان جتا سيتا بتساوي شرط الكسر، طبعا هنا مقياس عشان لازم يطلع قيمة موجبة. تمام. النون اللي هو المتجه الاتجاهي بتاع الايه بتاع المستوى ضرب قياسي هي متجه على معيار النون في معيار اله. عملت ايه؟ بدل ما كان فوق نون ونون 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 وهناك كان هيه وهيه وهيه وهيه، لا هنا بقى نون وهيه بكل بساطة. في أبسط وأسهل من كده؟ أعتقد إن مفيش. عاوزك تكتب أم... الكام حاجة دول عندك، أكتبها لكم أهوت قبل ما أنساهم، اللي هي شروط التوازي والتعامد. شرط تعامد مستقيمين أو مستويين أو متجهين. شرط توازي، أنا قلت شرط تعامد الأول، ماشي. شرط تعامد مستقيمين أو مستويين أو متجهين ضرب قياسي يساوي الصفر. يعني ايه؟ لو جيت قلت لك مثلا مستقيم ومستقيم يبقى ميم واحد وميم ايه وميم اتنين.
لو انا عاوز اعرف هما ميم واحد تعامد على ميم ايه، ميم اتنين. شرط التعامد ان هو يكون ضرب قياسي يساوي صفر. ايه ضرب قياسي؟ اللي هو المتجه، اللي هو ه واحد ضرب قياسي ه اتنين. كل ده بيساوي ايه؟ كل ده بيساوي ايه يا باشمهندس؟ الصفر. تمام تمام. طب بالنسبة للمستوى، سميه مثلا ميم واحد شرط تعامد ميم اتنين. برضو نفس الكلام، نون واحد متجه ضرب قياسي نون اتنين ايه متجه. كل ده بيساوي ايه؟ صفر. متجهين، انا قلت لك او متجهين، نسميه مثلا ايه؟ رمز للمتجه مثلا ألف متجه. تمام. عمودي، عمودي اللي هو ألف واحد متجه ألف اتنين. تمام. ضرب اتجاهي اللي هو هيبقى ضرب اتجاهي برضو تسميه هي. تمام. ضرب قياسي يساوي شرط تعامل مستقيمين مستويين متجهين ضرب قياسي يساوي صفر. طب شرط توازي، شرط التوازي اللي هو برضو مستقيمين أو مستويين أو متجهين. تمام. شرط التوازي يكون نسب متساوية. يعني ايه نسب متساوية؟ يعني ه واحد على ه اتنين. تمام. بمعنى لو قلت لك ان ه واحد مثلا مستقيم بيساوي آه مثلا واحد واثنين وثلاثة. تمام. وه اتنين بيساوي آه اتنين واربعة وستة مثلا. تمام. هتقول لي هل المستقيمين دولت متعامدين ولا متوازيين؟ انا هاجي افكر كده. او انا لو ضربت ضرب قياسي لو سوى صفر يبقى هو كده ايه؟ تعامد. طب لو نسب متساوية يبقى هو كده ايه؟ يبقى هو توازي. طب اعرف ازاي ان هو نسب متساوية؟ اقسم السين على السين يبقى واحد على الاتنين اهو بتساوي الصاد على الصاد اتنين على اربعة. اتنين على اربعة على الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها الاتنين بتساوي تلاتة على الستة على التلاتة فيها الواحد على التلاتة فيها الاتنين يبقى نص. يبقى نص ونص ونص دول متساويين يبقى هو ده كده ايه؟ يبقى ده شرط التوازي اتحقق. بالنسبة برضك للمتجهات كده وبالنسبة للمستوى نفس الكلام برضك. احنا كده الحمد لله وبفضل الله خلصنا مراجعة الفراغية كلها. تمام. ما سيبناش حاجة، يعني اعتقد ان انا ما سبتش حاجة. تمام. ولو في حاجة ما سبتها ولا حاجة طبعا ايه المراجعة النهائية هتظبط الدنيا، ما تقلقوش من اي حاجة. تمام. طيب الحل نفسه هيظبط الكلام. ممكن تكونوا انتوا لسه ايه تايهين شوية. طبيعي جدا انك انا تفستك كمية معلومات كمية قوانين. فلو انت اول مرة تسمع الحاجات ديت فانت الله يكون في عونك، لانك انت كل الكلام دوت لو انت استوعبت منه على الاقل 30%، والله 30% كويس جدا جدا جدا. لو انت استوعبت 30%، عرفت الرموز، عرفت بس ايه، اخدت نبذة على القوانين، انت كده زي الفل. هتدخل معايا تحل امتحان 2023 معايا دلوقتي، ولما اديك الامتحان تاني تتفرج على الفيديو تاني. لو اتفرجت على الفيديو تاني اوعدك انك تحل اي امتحان تاني براحتك. بس تتفرج عليه بايه بتمعن. ازاي بتمعن؟ بتكتب كل حاجة، كل جنب اي حاجة بتكتب معناها. هتلاقيني انا حتى بقول. تمام. بس تكون طالع من المعسكر دوت ان شاء الله تكون ايه تمام التمام يعني. طيب انا اتوكل على الله ونبتدي في الحل.